حبايبي الحلوين وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. عايزاكم تنتظروني بكرة بإذن الله في فيديو تفريز الورق الكرنب بطريقة جميلة قوي هتعجبكم. شغل فاخر من الآخر، يعني انت لو معاكي 10 كرنبات بفضل الله تعالى هتعملوهم بسرعة الصاروخ. انتظروا الفيديو بتاع بكرة بإذن الله. انا النهارده جايه اقول لكم كلمتين نصيحه لوجه الله. ما تسمعيش كلام اي حد ويقولك تقطعي الكرنب بالطريقه اللي انت شايفاها قدامك دي في الصوره. الطريقه دي وحشه جدا، بتهدر معاكي ورق كتير قوي. هما كام ورقه في الاول بس بيبقوا حلوين، والباقي بيبقى صعب ان انت تحشيه خالص، لان ورق الكرنب زي ما احنا عارفين ماهوش مقاس واحد، يعني مش متساوي. ورق الكرنب من فوق بيبقى مقاسه كبير، بيبقى نازل بالتدريج اصغر فاصغر فاصغر، فانت بتاخدي المقاسات كده في الكرنبايه وبتقطعيها. اللي قدام ده هو اللي طلع مظبوط، بعد كده اصغر فاصغر، فصعب ان هو يتحشي معاكي، وبالتالي بيتهدر معاكي ورق كتير والكرنبايه باظت معاكي. يبقى ما نجربش الطريقه دي خالص ونستبعدها تماما. مين معايا وجربها وباظت منه؟ واستنوا مني الفيديو بتاع بكرة ان شاء الله. الفيديو ده هيعجبكم قوي، ده بجد تفريز الكرنب زي شغل الفنادق، شغل يعني بجد حلو قوي، والطريقة دي هتريحكم يعني على الاخر خالص. ما تنسوش كومنت حلو ولايك وشير الفيديو، واتمنى من كل قلبي ان الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. ومع الف سلامة يا حبايب قلبي.